فلسطيني القديم قرأت أغرب خبر ممكن تسمعه بحياتك. تجار مدينة الخليل يتبرعون لفقراء السعودية. الخبر منشور بجريدة الجامعة العربية سنة 1935 نقلا عن الديوان الملكي السعودي، وقيمة التبرع 13,000 جنيه فلسطيني، يعني تقريبا 15,000 جنيه استرليني ذهبي. يا زلمة يقولوا غير، احنا بدنا نتبرع للسعودية وانت بتسرح فينا. طيب يا سيدي، مش بس السعودية، وكثير من دول الخليج والدول العربية الثانية كمان. تعال خلي المختار يحكي لك كيف. أكيد بتحكي لحالك إنه المجتمع الفلسطيني بالذات قبل النكبة وأيام الانتداب وأيام العثمانية كان مجتمع فلاحي فقير، ويا دوب يلاقي لقمة ياكلها. إحنا هيك انحكى لنا وهيك سمعنا، بس الحقيقة غير هيك تماما. مثلا الفلسطينية الغزاوية مكرم أبو خضرة تتبرع ببناء مستشفى في المدينة المنورة بقيمة 10,000 جنيه استرليني ذهب. في خبر ثاني بعنوان